نوران قولي لي اللاف لانجوج بتاعتك ايه؟ لما حد يعبر لك عن حبه او انت تعبري لحد عن حبك يبقى بايه؟ اقول لك حاجه غريبه جدا. انا لما بحب حد بقول له دايما كلمه واحده، يعني اصحابي القريبين عارفينها قوي: ابو شكلك. ابو شكلك. والله دي اللاف لانجوج بتاعتي. تقولي ابو شكلك. ابو شكلك يا شيخ بقى. طب بالنسبه للهدايا، بالنسبه للورد؟ الهدايا الورد بحبهم جدا بصراحه. بحب المفاجآت، يعني بحب اتفاجئ وبحب افاجئ. يعني بحب دايما ان انا افاجئك، اللي هو انت جاي مثلا عارف ان انا مش عامله حاجه بس تلاقيني فجاه خارجه لك بهديه، مش عشان خاطر حاجه بس عشان خاطر انت عملت حاجه بسطتني. فحاسه ان انا الهديه دي بتبقى عباره عن تذكار ما بين الاتنين. بشوف ان ده حاجه حلوه. حتى لما كانتش غاليه؟ لا حتى ما كانتش غاليه، يعني بالنسبه لي مجرد تذكار اقعد افتكره. قولي لي ايه الريد فلاج لاي بنت رايحه اول ديت؟ شوفي ده ايه يا ربي بسرعه. لو ما بيتكلمش وبخيل. مش البخل مش فلوس بس بالنسبه لي. البخل مشاعر وبخل كلام وبخل اهتمام يعني بيبقى بخيل في كل حاجه. انا مش هعمل حاجه. بتكشفه ازاي؟ هو من اول ما انت بتقعدي معاه بتشوفي هو بيتكلم اكتر ولا انت بتتكلمي اكتر، بياخد باله من التفاصيل بتاعتك ولا لا، مهتم اصلا ولا لا كده. يعني بعد كده الشيك يجي تشوفي بقى هيبص للشيك كده ويدقق قوي. هو انت طلبتي ميه ولا لا؟ نوران مين بيختار لك الستايل بتاع اللبس بتاعك؟ انا ولو حاجات معينه عندي كريم بصراحه، هو ولد بتاعي ستايلست. ممكن تلبسي اكتر من اوتفيت في نفس الاسبوع؟ اكيد عادي يعني تكرري لبس لو عادي؟ اكرر لبس لا. يعني عمرك هتلاقي عندي صورة فيها لبس متكرر، أو مش عشان حاجة، عشان بحب التغيير. يعني مش عارفة أغير في شعري ولا شكلي فبغير في لبسي.